لديها هدف واحد، ولكن العديد من الاختبارات. لتحقيق النجاح على بعضها أن يفوز بسلسلة من المعارك، وكل واحدة منها قد تكون قاتلة. انهيار أحد المقاتلين ينهي المعركة عادة. الخصم المهزوم المتهالك من المعركة ينهار من الإرهاق. تصعد بقية الذكور إلى المنحدرات. أكثر تعبا من أن يدافع عن نفسه، أصبح الذكر القوي سابقا هدفا سهلا. لسنور كبير ذي شهية كبيرة. مع وجود الذكور المنهكة عبر الصحراء، هذا يفيد الحيوانات المفترسة، إذ تنتظرها فترات أصعب. ما إن يغادر يصل طاقم التنظيف. فاز النسر الأسمر بالجائزة الكبرى، ولكن النسور المصرية تحاول الوصول إلى الجيفة. نشبت مشاجرة. المنافسة على الطعام وحشية حتى بين أبناء الجنس الواحد. في نهاية المطاف فاز أكبر الزبالة. بعد عدة أسابيع هطلت الأمطار. تضرب هذه المنطقة القاحلة العواصف العاتية في فصل الشتاء، فتطوف بالمياه. العواصف التي تحدث على بعد عدة كيلومترات تتسبب بالسيول التي تحول مجاري الأنهار في الوادي الجاف إلى فخاخ موت محتملة. تتسابق الأمطار عبر أرض الصحراء. يصبح لون البحر الميت بنيا موحلا. بحلول فصل الربيع تساعد المياه على ظهور النباتات المزهرة. وعبر الصحراء تظهر حياة جديدة. لدى هذه الثعلب الأم الكثير من العمل، إذ لديها الكثير من الجراء الجائعة لإطعامها هذا العام. على المنحدرات الشاهقة فوق الأرض الصحراوية تنتظر أفراخ النسر أن يتم إطعامها. بينما تجوب الأم الصحراء بحثا عن الطعام، يقوم الأب بحراسة العش. قد تحتاج أفراخ النسر إلى وجبة كبيرة، والوبريات ستكون وجبة مناسبة.
ليست أهدافا سهلة حتى بالنسبة إلى نسر حاد البصر. تستخدم الوبريات على الأقل 21 نداء للتواصل مع بعضها البعض، كل صوت له معنى خاص به. وأهمها نداء الخطر. تهرب المجموعة للاختباء. تبتعد النسر الأنثى مهزومة، ستعود مرة أخرى. الإناث هي حجر الزاوية الإنجابية في قطيع الوعل. الحيوانات المنوية رخيصة، إذا فقدت ذكرا مسيطرا واحدا سيحل ذكر آخر مكانه. ولكن الأمومة غالية. كل أنثى لا تعيش لتنجب وتجدد القطيع تقوض استقراره. تمكنت هذه الأنثى الصغيرة من البقاء لإنهاء عامها الأول. تستلقي تحت شمس الصباح الباكر لتزيل الطفيليات عن جسمها واحدة تلو الأخرى. إنها وجبة سهلة بالنسبة إلى الطيور. بالنسبة إلى الوعل إنها استمالة حرة. تعيش الوعول ساعة بساعة، يوما بيوم، في عالم لا شيء فيه مضمونا. تستأهل عيش لحظات أكثر هدوءا، لأن المصاعب تنتظرها عادة في كل زاوية. الجوع يحرك الذئاب. من أصل 7 جراء ولدت في الربيع الماضي بقيت 3 ذكور فقط. بعد ترك أهلها تظل معا وتصطاد كجماعة. خرجت للصيد اليوم واشتمت رائحة لحم. ولكن الفريسة التي تحتاج إليها كثيرا يجب أن تنتظر. هز زلزال آخر جدران الوادي وكان قويا جدا هذه المرة. تفرق القطيع المذعور وتدافعت الوعول للنجاة بحياتها. أنثى واحدة علقت على مستدق صخري وفقدت توازنها. على جدار الموت لا يوجد فرصة ثانية. لم يستمر الزلزال لفترة طويلة، ولكنه قضى على القطيع. جرت الوعلة الجريحة والمتعبة نفسها إلى منطقتها. تبحث الأمات والصغار عن بعضها البعض.